ايه اكتر حاجة ممكن تصعب العلاج او ما تجيبش نتيجة في العلاج النفسي؟ هو عدم انتظام المريض في جلساته والمتابعة مع الطبيب او المعالج النفسي. اللي بيحصل هو ان كتير جدا من الناس تبقى بتبتدي رحلة علاج وبتقطع في النص، تبقى متحمسة جدا وتقطع في النص، او تجد تحسن وبعد كده تقطع وما تكملش. الحقيقة ان البرنامج العلاجي هو ستيبس وخطوات مع بعضيها، فهو من المفترض ان هو بيبقى بيتاخد كله على بعضه. احدى الدراسات اللي بتقارن علاج نفسي بيقوم بيه ماشين او يعني AI او يعني اللي هو ذكاء اصطناعي مدعم بأحد المعالجين، ومجموعة أخرى بتتعالج على نفس البرنامج العلاجي، ولكن بيقوم على البرنامج العلاجي ده أحد المعالجين. لو إن انتظام الناس أكتر مع الذكاء الاصطناعي ليه مش مفهوم. لسه هنعرف. ولطيفة خالص الدراسة، واحب ان انا اتكلم عنها في فيديو اكتر، ولكن ده بيخليني اسأل طول الوقت: هل هو اسهل على الناس انها تبقى بتتعامل مع ذكاء اصطناعي لو هو هيقدم نفس الخدمة اللي هيقدمها البني ادم اللي هو المعالج اللي هو لحم ودم؟ هل هنشوف في المستقبل ان انتظام الناس في العيادات النفسية ال AI اكتر من العيادات النفسية اللي بيقوم بيها طبيب او معالج بني ادم؟ سؤال تاني جاي في بالي كده: هل لو انت وقعت في مشكلة نفسية هتبقى تحب تتعالج مع طبيب او معالج لحم ودم، ولا ماشين AI ذكاء اصطناعي؟ بس كده، اشوفكم على خير.